السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم آية من قناة يلا نجرب ليتس تراي. يعني بصراحة احنا بقينا دلوقتي في زمن فيه غلاء أسعار رهيب. فاحنا طبعا عايزين ناكل وعايزين ناكل كل حاجة، فاحنا هناكل كل حاجة بس بالمعقول، هنعمل اللي احنا نفسنا فيه بس بطريقة اقتصادية. مش لازم نكلف الحاجة عشان ناكلها، وبالعكس على فكرة لما بتبقى بطريقة اقتصادية طعمه بيبقى خطير جدا. فانا هعمل معاكم النهارده البوريك التركي بطريقه اقتصاديه، او عايزه تسميها صينيه جلاش زي ما تحبي، يعني الاسم مش هنختلف عليه، بس هنعمله بطريقه جميله جدا والطعم بجد هيبقى خطير معاكي. يلا بينا نبتدي الفيديو، توكلنا على الله. انا النهارده معايا لحمه مفرومه متعصجه كانت عندي في الفريزر، يعني حوالي ربع كيلو كده، كانت فاضله من اكله. والخضار اللي معايا جزر، فلفل اخضر، طماطم، حابه تزودي اي انواع خضار تانية زودي. يعني بجد اللحمة المفرومة كده هتبقى يعني هتكتري من الكمية بتاعتها ومن القيمة الغذائية، واهم حاجة القيمة الغذائية. يعني اولادنا معظمهم ما بياكلوش سلطات اصلا، فانتي كده بتعلي من القيمة الغذائية للوجبة وهياكلوها ان شاء الله. والطعم بجد هيبقى حلو قوي. احنا دلوقتي هنرفعها على النار، هنديها تشويحة كده. انتي ممكن تضيفي اي مادة دهنية، زيت، سمنة، بس انا بصراحة اكتفيت ما ضفتش اي حاجة. انا مجرد ان انا هشوحهم في الطاسة كده على النار. هنظبط البهارات بتاعة اللحمة المفرومة. انتي هتدوقيها الاول هتشوفيها محتاجة ملح ولا لا. انا حسيتها محتاجة شوية ملح. وهنزل بشوية من الفلفل الاسود والسبع بهارات. انتي ظبطيها كده لان البهارات دي برضو بتفرق في الطعم قوي البوريك. كده اللحمه المفرومه بقت جاهزه معايا. عايزه اقولك الحشوه طبعا مش لازم تبقى لحمه مفرومه، ممكن تبقى الحشوه جبنه او فراخ، يعني اي حاجه متوفره عندك. احنا عايزين نتعلم ان احنا نقضيها، يعني اي حاجه متوفره اعمليها. جبت الصينيه اللي هستخدمها وهمسحها بالسمنه بالشكل ده، امسحيها كويس جدا، مش عايزين الجلاش يلزق مننا. بالنسبه بقى للخليط اللي هنسقي بيه، بجد الخليط ده حلو جدا، هيخلي معاكي الجلاش او البوريك مورق جدا. انا معايا 2 من البيضة. ممكن تستخدمي بيضة واحدة بس يعني احنا بنحاول نخلي الاكل يبقى القيمة الغذائية عالية شوية. معظم اولادنا ما بياكلوش البيض، فيعني بتدخليه وسط الاكل. معايا حوالي من نص كوباية من سمنة على زيت لكوباية الا ربع. معلقة كبيرة من الدقيق، كوب من اللبن، فلفل اسود وملح وسبع بهارات. الخليط ده هيكفي نص كيلو من الجلاش. انا نزلت طبعا بالبيض الاول وضربته كويس بالشكل ده. نزلت على البيض بكوب من اللبن والبهارات، فلفل اسود وملح. انا هضيف السبع بهارات في الاخر خالص، مش لحاجة يعني، انا كنت هنساها بصراحة. معلقة كبيرة من الدقيق. بالنسبة للمادة الدهنية انا استخدمت سمنة على زيت، يعني حوالي نص كوب من الزيت وعليه معلقة كبيرة من السمنة. طبعا انت ممكن تزودي المادة الدهنية تبقى كوباية، بس بصراحة مش بالكترة قوي، يعني هي كده كانت حلوة قوي والصينية طالعة معايا مظبوطة. ونصيحة يعني ما تفكروش من الخليط ده تمسحوا الصينية بيه من تحت، لان بدل السمنة يعني ممكن الخليط ده يحرق منك او يخلي كمان الجلاش يلزق. وهنا الخليط بقى جاهز معانا خلاص. ونزلت هنا بالسبع بهارات، يعني حوالي طرف معلقة صغيرة كده، بجد بتدي طعم وريحة كده خطيرة. معايا نص كيلو من ورق الجلاش. يعني يفضل ان انتي تحفظيه في فوطة مطبخ نظيفة. يعني كتير مننا بيشتكي انه بيقول الورق واحنا بنعمله بينشف بسرعة، فعشان ما ينشفش منك انتي هتستخدمي الورق، يعني انا خرجت منه 4 الورقات اللي انا هستخدمهم في الاول، وبعد كده هقفل عليهم الفوطة تاني. كده هيفضل معاكي الورق طري ومحافظة عليه. اول هاخد ورقتين من الاربع ورقات اللي انا خرجتهم، وبتحاولي تحطي الورق من الناحية العريضة، بحيث الناحية العريضة هي اللي نلف من عندها الورق الجلاش. اول ورقة انا ما بدهنهاش، تاني ورقة هي اللي ببتدي منها بقى ابتدي ادهن كويس بالخليط. كل مرة انا بستخدم 4 ورقات. اول ورقة ما بدهنهاش، بعد كده من اول تاني ورقة بقى بدهنها كويس لحد رابع ورقة. ودي كانت رابع ورقة معايا، هدهنها كويس. وبعد كده هنبتدي نحط الحشوة بتاعتنا. الموضوع سهل يعني، بجد مش هياخد معاكي وقت، والنتيجة بجد هتعجبك. وتغيير عن صينية الجلاش العادية، برضو الواحد زهق منها، عايز يغير. ممكن لو حابة تضيفي مثلا جبنة موتزاريلا او اي نوع جبنة على حشوة اللحمة المفرومة، طبعا هتدي طعم حلو. بس انا عايزة اعملها معاكم بكل بساطة وهتشوفوا بجد النتيجة خطيرة. حطينا الحشوة بقى، هنبتدي نلف عليها بالشكل ده، بتلفي كويس عشان تبقى اللحمة المفرومة كده ماسكة نفسها جوه.
معايا ورقتين من الجلاش زي ما اتفقنا. اول ورقة ما بندهنهاش، من اول تاني ورقة بقى بنبتدي ندهنها بالشكل ده. بعد ما دهنت رابع ورقة هبتدي انزل باللحمة المفرومة. انا بعيد معاكم الخطوات تاني عشان الموضوع يثبت معاكم. بجد سهل خالص، وجربوها وقولولي النتيجة ايه ان شاء الله. اتمنى اذا الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، ويعني تكتبوا لي اي وصفات تحبوا ان انا اعملها، يا ريت تقولوا لي عليها وان شاء الله اعملها لكم. جبت الصينيه اللي انا دهناها بالسمنه كويس جدا، وهبتدي انزل بالرول كده الجلاش اللي احنا حشيناه. انا عمل معايا 4 وحدات بالظبط. استخدمت نص كيلو من الجلاش، كل رول منهم اخد مني 4 ورقات. ما رميتش ولا ورقه، يعني الجلاش بالظبط نص كيلو كان فيه 16 ورقه. يفضل ان الصينيه اللي تستخدميها تبقى على قد الجلاش بالظبط. هي كانت واسعه مني حاجه بسيطه، بس بصراحه هي المتوفره عندي. يعني احنا زي ما اتفقنا بنقضيها. ممكن صينيه اصغر وتقسمي الجلاش ده بالنص وتحطيهم جنب بعض، يعني انتي بقى ظبطيها. الخليط اللي فاضل معاكي بعد ما دهنا بيه بعد كده بقى تنزلي بيه على الجلاش بالشكل ده. حد لاحظ حاجه؟ لو لاحظتوا كده قولولي. بصراحة بقى يعني انا كنت هنسى اقطع البوريك، بس افتكرت يعني يفضل ان انتي تقطعيه قبل ما تنزلي عليه بالخليط. بس عادي مفيش مشكلة يعني. بصراحة اللي بيخليني ساعات انسى حاجة وانا شغالة معاكم، بنوتي الصغيرة جودي بتدخل عليا المطبخ وانا ببقى مركزة وفي قمة تركيزي. تلاقيها بتهز الرينج لايت، بتلعب في اي حاجة، تطلب مني طلبات غريبة، فبتخليني انسى انا كنت هعمل ايه. فاعذروني ان انا ساعات بكون شغاله كده وتلاقوني مثلا اتلخبطت او نسيت خطوه، ده بيبقى اعرفوا على طول ان جودي دخلت عليا. كده الصينيه بقت تمام. تحس ان هي كانت محتاجه واحده كمان، وما كانش هيبقى فيه فراغ من الجنب كده في الصينيه، كانت هتبقى مظبوطه قوي. يلا المره الجايه احنا بقى نعمل خطوه مهمه جدا. بتغطي كده الصينيه وهتسيبيها على جنب لمده نص ساعه، مكونات كده تتشرب من بعض، وتحطيها في فرن على درجه حراره 200 في الرف الاوسط بس. واول ما تحسي ان هي احمرت معاكي هتبقى تمام، وخرجيها. ده شكلها بعد ما خرجتها. بتعيدي على التقطير بتاعك تاني بالشكل ده. بجد شكلها خطير وريحتها حلوة جدا. السبع بهارات اللي ضفناها على الخليط اللي سقينا بيه الجلاش بيفرق قوي في الريحة وفي الطعم. وبكده عملنا البوريك بطريقة سهلة مبسطة اقتصادية. يا رب تنال اعجابكم وجربوها وقولي رأيكم في التعليقات. حابة اسمعكم بقى صوت القرمشة، انتي تحسي ان هو طري وفي نفس الوقت كده واخد طبقة مقرمشة. خطير بجد. يلا جربوه، والى لقاء اخر مع وصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.